الهجوم اللي صلاح الخليفي، صلاح الى احمد حتيوش التوزيع من حتيوش وضربه جزاء، ضربه جزاء لصالح مستقبل جيبس. عدم الدخول الى منطقه الجزاء امامنا التنفيذ بعد لحظات لإيهاب بن عمر. يتقدم إيهاب بن عمر، رويدر والهدف الأول، والهدف الأول لمستقبل جيبس. جول 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 لمستقبل جيبس، امضاء لإيهاب بن عمر في 79 دقيقة لعب. أخيرا الشباك تهتز في ملعب جيبس، أخيرا المستقبل يسجل بعد محاولات كبيرة كانت في الشوط الأول، صعبة جدا كانت المباراة، وفي نهاية المطاف المستقبل سجل الهدف الأول. وكالعادة الأجواء تشتد في ملعب جيبس، وأكيد انذار لصلاح الخليفي وهو إقصاء يعني